السلام عليكم ومرحبا بكم في بودكاست امي بالدارجه. البرازنا ديالي كيهضر على الانمي باسلوب مغربي زوين وبسيط. في هذه الحلقه غادي نهضروا على واحد الانمي الاصلي سميتو ترين تو ذا اند اوف ذا وورلد، وباليابانيه شوماتسو ترين دوكو اييكو. انمي خرج في ربيع 2024 وعنده اسلوب غريب ومختلف، مغامرات، ضحك وخيال علمي في عالم خربات التكنولوجيا. الفكره العامه كلشي بدا من وقعات كارثه تكنولوجيه سميتها 7G اللي خرجت على السيطره، ولات المدن الكبرى بحال طوكيو معزوله وخارجه على المألوف. الناس تبدلوا، كاينين اللي ولاو بحال الحيوانات وكاين اللي ما بقاش عندهم عقل. أستاذ الخراب بطلتنا شيزورو، بنت من قرية صغيرة، قررت تخرج في رحلة باش تقلب على صاحبتها يوكا اللي اختفت وسط هذه كارثة. معها 3 صحاباتها ريمي، نديشيكو، أكيرا. شدوا واحد القطار مهجور سميتو أبوجي وبدات المغامرة ديالهم وسط عالم مجنون. الغرابة والكوميديا الأنمي عنده جو فريد من نوعه، كل حلقة فيها شي حاجة كتخليك تقول شنو كندوي. الناس ولاو فطريات، محطات كتخرج دخان بنفسجي وحيوانات كدويو. كاين وسط هادشي كاينه كوميديا خفيفة كتخلي المشاهد ما يتقلقش بزاف. شخصيات شيزورو، بنت جادة كتحس بالذنب لأنها خلات يوكا تمشي. ريمي نشيطة ومتهورة. نديشيكو هادئة وكتمثل صوت العقل. أكيرا ذكية بحال العلماء وديما عندها الحلول التقنية. كل وحدة فيهم عندها شخصية مختلفة وكيكملوا بعضياتهم في الرحلة. الجودة التقنية الأنمي من إنتاج EMT سكويرد، والرسوم ديال الخلفيات زوينة بزاف. القطار خدام CGI كان ماشي خايب. الموسيقى زوينة خصوصا الأغنية ديال البداية غاتانغوتون والنهاية أوريكا. النهاية والرسالة في الآخر كيبقى الأنمي كيقول لنا حتى إلا تبدلات الدنيا، حتى إلا ولا كلشي غريب، داكشي اللي كيهم هو الصحبة، الذاكرة والهدف. كاينه واحد اللحظة قوية بين شيزورو ويوكا كتوصل المشاعر بطريقة مؤثرة بزاف. الإيجابيات والسلبيات. الإيجابيات فكرة جديدة، شخصيات زوينين، موسيقى مؤثرة وخيال بلا حدود. السلبيات القصة مرات كتكون مشتتة وكاين لقطات ما مفهوماش بزاف. الخلاصة، إلا كنتي كتحب الأنميات الغريبة اللي فيها مغامرة وضحك مع لمسة ديال الخيال العلمي غادي يعجبك هذا العمل. أما إلا كنتي كتفضل شي حاجة منظمة وبعيدة على العجب تقدر تحسو حامض شوية. الخاتمة هذه كانت حلقة اليوم من بودكاست أنمي بالدارجة. نتمنى تكون عجبتكم. ما توقوش تديروا جيم وتشاركوا مع أصحابكم، وما تنساوش الحياة كتكون بحال قطار كتقدم ولكن كيبقى الأثر. نشوفكم في الحلقة الجاية إن شاء الله، وبسلامة.